السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمة وحشة والنور أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل جلاله خلق خلقه في ظلمة. إن الله جل جلاله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل. الظلمة وحشة. حين يكون الإنسان في ظلمة ويشعر بالوحشة، من أين يأتيه الأنس؟ الدنيا ظلام، الله نور السماوات والأرض. الدنيا ظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الدنيا ظلام، ومن شعر بالوحشة ومن شعر بالأنس بالناس لا يصلح لله. الدنيا ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ولكن الإخلاص إينار أينما وجد يدل على الجادة. قد يحتاج الإنسان وهو سائر في هذه الدنيا إلى خلوة تؤنسه، خلوة تعينه وتساعده. وقد يخلو كل إنسان بطريقته فيختفي عن أعين الناس ليعيش أنسه بمولاه، ليعيش أنسه بسيده وإلهه وربه. حين يختفي عن الناس وهو يقول سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، لا يرى وحشة. فهو وإن كان في أعين الناس يعيش في ظلمة إلا أن أنسه بالله يملأ فؤاده. ومن هنا كان هذا الخباء الذي يضرب للمسلمين في ليالي الاعتكاف، خباء في المسجد، رغم أنه في المسجد لا يرى إلا وجوه المصلين، في المسجد بيت الله، إلا أنه يشرع له خباء زي كده، ملاية تتلف حواليه وتغطيه
لكي يستتر عن عيون البشر ويستر عن عينيه عن رؤية بشر، ليشعر أنسا في قلبه برب البشر، إله البشر، مالك البشر. الله يؤنس قلبه إذا شعر القلب بهذا الأنس بالله، استغنى عن الخلق ونسي الخلق وأقبل على مولاه حاملا على عاتقه كله وهمه لينطلق إلى مولاه في سجدة يسجدها تحت العرش، يسجد قلبه وتسجد روحه. سجد لك خيالي وسوادي، وخشع لك قلبي وفؤادي. سجد لك مخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. حين يشعر بسجود مخه وعظمه وعصبه لسيده ومولاه، فيحمل همه وكله وينطلق إلى ربه، يصعد مدارج السالكين درجة درجة، وهو يخطوها خطوة خطوة، يسيره ربه لا يرى إلا بنوره، ولا يقبل إلا على مراده، ولا يعيش إلا على أمر ربه منه، فهو حياته وهو قوته. فيسلك مدارج السالكين سائرا إلى رب العالمين، طالبا رضا سيده ومولاه، راغبا في هدى إلهه. إنه العزم، صدق العزم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم تحقيق القصد طوعا أو كرها. إن العزم إكراه النفس كرها على تحقيق القصد، إكراه النفس بالعزم على تحقيق القصد. ومررنا في الدرجة الأولى إباء القلب. إباء القلب أن يخالف العلم بشيء من برق المراقبة. مضت، دعوها، دع الناقة. وأتينا إلى الثانية لنصعد تلك المدارج درجة درجة، وخطوة خطوة، وسبيلا سبيلا، درجة درجة، ليحصل التمكن فيها درجة 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 درجة، مدرجة مدرجة، ثم استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة. كان ما رأيتم ولا يشغلنك تساؤل عن منظر كيف ولما
وإنما أردت أن أجسد كلمة خباء. خباء للشخص، لماذا يختبي وهو في المسجد؟ وجوه المصلين لا في نساء ولا في، ليه بيشرع خباء في المسجد أثناء الاعتكاف؟ ليختفي عن العيون فيشعر بالأنس، وليخفي عينيه فلا ترى أحدا، فتعكف عين بصيرته على عين على بصيرة قلبه، فيكون بصر بصيرة. بصر بصيرة. اخوتي، قلنا كثيرا في مثال واضح، قلنا كثيرا